اهلا بيكم في مطبخ فيكي. نعمل النهارده وصفه سمك سهله وبسيطه وكمان سريعه. لو اول مره تخش مطبخ فيكي يا ريت تدعموني بلايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس وتعملوا شير للفيديو. محتاجين ايه؟ محتاجين سمك بولتي او اي نوع، الكميه اللي احنا عاوزينها. ومحتاجين الدقه بتاعتنا اللذيذه ديت اللي هي عباره عن ايه؟ عباره عن توم، معلقتين هريسه، ملح، شطه، كمون، كزبره، خل وليمون. نعمناهم كده او دقيناهم في الهون او في الكبه ونعمناهم، وهنبتدي ان احنا نتبل بيهم السمك بتاعنا اللي احنا مقطعينه بالشكل ده وغاسلينه ومنضفينه ومصفيينه من اي ميه. بصوا السمك بتاعنا زي الفل ازاي، ومقطعينه التقطيعه اللذيذه ديت. وهنبتدي ان احنا نتبل السمك بتاعنا بالتتبيله الجميله بتاعتنا ديت من كل الاتجاهات، والراس كده بتاعته ومن بره كمان. عايزين التتبيله تتغلغل في السمك بالشكل ده، ومن هنا ومن هنا كمان. تبلنا السمك بالشكل الجميل بتاعنا ده من كل النواحي. خلصنا بقى الكميه وارجع لكم تاني. السمك بتاعنا حبايبي بالشكل الجميل ده، وهنعصر ليمون على الوش كده علشان سمكنا كله يتغلغلوا الليمون، ونشيل اي زفاره او اي حاجه مش مستحبه. انا بقى هسيب السمك بتاعي كده في التتبيله، هدخله التلاجة واسيبه في التتبيله ديت قيمه كده ساعه ماشي. وبعد كده هقول لكم هنعمل فيه ايه. بصوا جماله، بصوا شكله في التتبيله، متهيألي مفيش احلى ولا اجمل من كده. هنشيله هنحطه بقى في التلاجة، هغطيه واحطه في التلاجة وبعد كده هقول لكم نعمل فيه ايه. خليكم معايا. دلوقتي حبايبي سيبنا السمك بتاعتنا في التتبيله حوالي ساعه، وهنبتدي بقى نحمره بالشكل ده. يا دوبك نبدره كده بالدقيق وننفض جامد، مش عايزين دقيق زياده. نبدر كده جامد. نخلي الدقيق يلمس السمك كلها بس ميبقاش فيها دقيق جامد. طبعا انا عملت الحركه ديت، عملت الخطوات ديت في القناه قبل كده. انا عامله مجموعه اسماك كتيره قوي في القناه، يا ريت تتفرجوا عليها هتحبوها وتعجبكم قوي. وتغيير، عامله اكتر من نوع واكتر من صنف. نبدره كده ونحمر السمك بتاعنا بقى كده، ولما ياخدوا لون حلو من الناحيه التانيه زي دي نطلع السمك. هخلص الكميه وارجع لكم تاني. بصوا بقى حبايبي، قلينا السمك بتاعنا بالشكل الجميل دوت. بعد ما قلينا السمك تعالوا بقى هنعمله ازاي. هنعمله بالصلصه الحاره. هنعمل سمك مقلي بالصلصه الحاره او بالهوت صوص. يلا بينا نقول محتاجين ايه. محتاجين السمك المقلي بتاعنا اللي احنا قليناه، محتاجين طماطم مكعبات، هوت صوص. الهوت صوص ده انا عاملاه في القناه، ومعجون الطماطم ده انا عاملاه في القناه برضو، هنزل لكم اللينك بتاعهم في صندوق الوصف. محتاجين معلقتين خل مع عصرتين ليمونه كبيره، بصل متقطع مكعبات، فلفل اخضر واحمر مكعبات، كزبره خضراء، توم مدقوق بالكزبره، كمون، بابريكا، بهارات سمك، وملح. يلا بينا على البوتاجازه اقول لكم هنعمل ايه. على النار فيها زيت، وهننزل فيها بالبصل بتاعنا، نقلبه تقلبتين كده. نقلب كده. ننزل بالثوم بتاعنا اللي عاملينه دقيق، بالكزبره،
هننزل بالفلفل الالوان، وممكن نحط فلفل حار كمان، بس انا مش هحط فلفل حار علشان هستكتر بالهوت صوص بالحار اللي فيه عشان ما يبقاش حامي قوي السمك بتاعي. هندبل الكلام الحلو ده شويه وبعدين اقول لكم هنعمل ايه. بعد ما دبل كده الثوم والفلفل والفلفل الالوان والبصل، هنطفي الكلام الجميل ده بمعلقتين خل وكمان عصرتين ليمونه كبار، وهننزل بمعجون طماطم اللي احنا عاملينه في البيت. هنزل لكم بالرابط بتاعه في صندوق الوصف، وكمان هننزل بالهوت صوص بتاعنا. الهوت صوص ده برضو احنا عاملينه في البيت، برضو هنزل بالرابط بتاعه في صندوق الوصف علشان تعرفوه. وتوابلنا الجميلة بقى الملح والفلفل، الملح سوري، بهارات السمك وبابريكا وكمون. نخلي بالنا من الملح عشان الخل والليمون. مش قادرة اقول لكم على الريحة، الريحة في منتهى الجمال. هننزل دلوقتي الطماطم بتاعتنا اللي احنا مقطعينها مكعبات. هنسيب بقى الكلام الحلو دوت ياخد غلوة كده، وهقول لكم هنعمل ايه بعد كده. تسبك كده، هقول لكم هنعمل ايه بعد كده. نحط فيه شقشاق ميه بسيط، شويه ميه صغيرين قوي علشان خاطر الطماطم بتاعتي تستوي ويتسبك حلو كده، ويبقى فيه الصوص كده ويبقى جوسي. ياخد بقى غلوه وهقول لكم هنعمل ايه. وعشان حاطين معجون طماطم فهننزل برشه سكر كده بسيطه علشان يعادل الحموضه بتاعه الطماطم بتاعتنا، معجون الطماطم بتاعنا. معلقه صغيره حلوه كده جنزبيل. نقلب بقى الكلام الحلو ده. ندوق كده التوابل بتاعتنا ونظبط الدنيا. الصلصه الحاره بتاعتنا اللي بالهوت صوص اتسبكت كده وغليت. ظبطت الملح وظبطت توابلي كويس. هعمل ايه بقى؟ هنزل بالسمك بتاعي كده، الصوص الجميل ده ياخد كده ايه حلوه كده ويتشرب الكلام الجميل ده. انا كده السمك بتاعي بقى جاهز، هغرفه. بصوا الجمال، مش قادره اقول لكم على الريحه شكلها ايه بامانه يعني. انا كده السمك بتاعي جاهز، هغرفه بقى واقدمه وهوريه لكم. يلا بينا. مينفعش من غير رشه الكزبره الخطيره ديت معانا. هغرف بقى الطبق واقدمه واوريكم الشكل النهائي بتاعه ايه. شايفين الصوص بتاعنا الجميل؟ شايفين السمك بتاعنا الخطير اللي بالصوص الحار او بالصلصه الحاره او بالهوت صوص؟ مفيش احلى ولا اجمل من كده. ما يحلاش الا برشه الكزبره بتاعتنا. متهيألي مفيش احلى ولا اجمل من كده. السمك بالصلصه الحاره او بصلصه الهوت صوص، مفيش احلى ولا اجمل من كده. يا رب الوصفه تكون عجبتكم. اذا عجبتكم الوصفه يا ريت تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه وتفعلوا الجرس
تابعوني على البيج بتاعتي مطبخ فيكي، وانضموا لجروبي على الفيسبوك فيكي's كيتشن. تابعوني على الانستجرام والتيك توك فيكي's كيتشن. ميرسي ليكم.